بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة تقول فيه إنه بتعليمات ملكية سامية غدا سيخصص للمنتخب الوطني لكرة القدم استقبال في مستوى المسار المتألق الذي حققه خلال نهائيات كأس العالم بقطر. في هذا الإطار يضيف البلاغ سيحظى الفريق الوطني باستقبال شعبي وجماهيري كبير مساء مرورا بشارع الحسن الثاني وساحة 16 من نوفمبر أو 16 نوفمبر وساحة شالة وساحة الملك حسين، ثم شارع محمد الخامس وساحة البريد وساحة محمد الخامس وساحة 11 جانفي أو 11 يناير وشارع مولاي الحسن وباب السفراء وصولا إلى القصر الملكي العامر، حيث سيحظى أعضاء المنتخب الوطني باستقبال ملكي سامي احتفاء وتقديرا بهذا الإنجاز التاريخي العظيم. وكما تابعنا طيلة منافسات مونديال قطر 2022 أسود الأطلس حققوا إنجازا رياضيا عظيما وأعطوا دروسا وعبرا في الاستماتة والعزيمة وقوة الإرادة. مسار حافل نستعيده وإياكم في هذا التقرير. كأس العالم الذي ساد فيه منطق قوة منتخبات أوروبا وأمريكا اللاتينية لقرن من الزمن، شكل المغرب الاستثناء في الدوحة القطرية بمدرب غير فكر كرة القدم الوطنية وأثبت أن لا مستحيل مع العزيمة، ولاعبين بخبرة الكبار كانوا أوفياء للوعد والعهد الذي ظهر جليا بوطنية عالية، وجماهير سرقت الأضواء وخطفت القلوب وجعلت العرب يتوحدوا تحت سماء واحدة ويهتف بشعار كلنا مغاربة. وفي جرد لمسار المنتخب الوطني في مونديال قطر فقد تجاوز مجموعة الموت بنزالات قوية. مسار أبناء وليد سيتوقف أمام فرنسا في مباراة النصف، وأمام كرواتيا سيسدل ستار مغامرة المغرب بالحصول على رابع العالم بين منتخبات المونديال. واليوم آن للمغرب في كتاب التاريخ أن يخلد ملحمة زياش بونو وحكيمي والآخرين، وآن للمملكة أن تخلد أهداف نصيري وأبو خلال والصابيري، وآن لقلوب المغاربة أن تحمل بداخلها ذكريات لن ترافقها سوى الابتسامات والفخر عند سرد أحداث كأس عالمية احتفت بالمغرب وتوجته منتخبا فائزا فوق العادة بحب